السلام عليكم. في لحظة في أي انترفيو بتخليك تحس كده إنك مكشوف، في سؤال بيتسأل بيحسسك إنك أنت كده خلاص مفيش أمل في الانترفيو دوت. السؤال دوت لما بيجي غالبا المدير بيبقى عايز يضغط عليك بشكل ما، فتلاقيه ممكن يسكت خالص ويسيبك تتكلم للآخر. اللحظة دي هي بتبقى أهم لحظة فارقة في أي انترفيو أنت هتعمله. يا هتخرج منها منتصر وألف مبروك، يا هتخرج منها محبط جدا جدا جدا. عشان كده النهارده ان شاء الله باذن الله هقولك ازاي تجاوب على اغرب الاسئله واكتر الاسئله المحرجه من غير ما تتوتر، من غير ما تحس انك مهزوز، وبمنتهى البساطه اللي في الدنيا وبمنتهى الثقه، ودي اهم حاجه لاي اتش ار قاعد قدامه عشان خاطر تقدر تفوز بالوظيفه اللي انت رايح تقدم عليها. عشان كده كوبايه الشاي الجميله بتاعتك او كوبايه القهوه، وتعالى كده ونركز مع بعض جدا جدا عشان هنتكلم النهارده عن 3 انواع من الاسئله بتتسأل عاده في الانترفيو، ممكن توديك في داهيه وممكن تخليك تكسب الوظيفه. يلا بينا بعد الانترو. أنا بعمل اللي بعمله ده علشان أسيب أثر، يمكن كلمة تغير حياة، يمكن لحظة تبني إنسان، والنية دايما رضا ربنا وبس. النوع الاول من الاسئله دي وده بنسميه الاسئله الشخصيه المحرجه، زي انت متجوز، عندك اولاد، سبت شغلك القديم ليه؟ طب انت بتقبض كام في شغلك الحالي؟ وللاسف في ناس بتتضايق جدا من الاسئله الشخصيه دي، بيقول لك ده كده تدخل في حياتي، ولكن الحقيقه هو ما بيبقاش عايز يعرف يعني انت مبسوط مع زوجتك ولا لا. هو الموضوع كله ان هو بيبقى عايز يكشف طريقه تفكيرك بشكل ما. عشان كده من ضمن اهم الحاجات في الاسئله دي انك انت ما تاخدش الاسئله دي بشكل حساس وبشكل شخصي، لان ده هيبان في تعاملك اصلا مع زمايلك ومع العملاء. عشان كده هو بيبقى عايز يوصل من ورا الكلام ده لطريقه تفكيرك، وغالبا المدير مش بيكون عاوز يعرف حياتك الشخصيه عامله ازاي، هو بيبقى عايز يشوف انت هتعرف تجاوب عليه ازاي. بمعنى لو انت جاوبت بشكل مندفع وشكل فيه غضب ما وشكل حساس شويه، هو هياخد انطباع خلاص ان ده هيبقى طريقة التعامل بتاعتك مع العملاء، وهتبقى دي طريقة التعامل بتاعتك مع زمايلك. على النقيض انك انت لو ابتسمت ابتسامة جميلة كده وجاوبت بمنتهى الهدوء، انت هتكسب احترامه فورا. يعني زي مثلا تخيل كده سألك وقال لك انت متجوز، ترد عليه بمنتهى التوازن والانبساط اللي في الدنيا: ايوه يا فندم انا متجوز، واتعلمت بسبب الجواز ان انا اوازن ما بين حياتي الشخصية وحياتي العملية. اجابة بروفيشنال جدا. ولو مش متجوز تقول له: لا يا فندم انا مش متجوز، وده بيديني مرونة اكتر في ان انا اقدر اتحرك في اماكن كتير تبع الشغل واقدر اسافر محافظات ودول. الاجابة دي هي كلها نضج ومختصرة جدا من غير ما تدخله في تفاصيل كتير، والمديرين بيحبوا الاجابات المختصرة، اللي هو من الاخر كده خير الكلام ما قل ودل. النوع التاني من الاسئلة وده بيكون فيه ضغط نفسي عليك حبتين تلاتة كده، زي مثلا المدير ممكن يسألك: ليه اعينك انت ومعينش حد تاني؟ طب ايه نقطة ضعفك؟ طب لو المدير بتاعك غلط هتتصرف ازاي؟ دي كلها اسئلة بتشكل عليك ضغط نفسي، وهو بيبقى عايز يضغطك في قلب الانترفيو. عشان كده لازم تبقى فاهم ان الاسئلة دي معمولة مخصوص عشان خاطر يشوفك هو انت بتقدر تشتغل تحت ضغط اصلا ولا لا. فبالتالي معظم الناس اللي بتجاوب الأجوبة المثالية بتاعت أنا ما عنديش نقطة ضعف، الحقيقة إن دي بتكون أكبر غلطة. عشان كده خليك ذكي لما تيجي تتكلم، لازم تقول له إن أنت عندك نقطة ضعف، ولكن نقطة ضعف تكون ذكية، ما تكونش نقطة ضعف ليها علاقة بالشغل ولا تكون بتأثر عليه. زي مثلا إنك ممكن تقول له: والله أنا المشكلة اللي عندي إن أنا كنت بحب أعمل كل حاجة بنفسي، وبحاول أخلص كل التاسكات بنفسي، مش بثق في حد قوي إن هو يقدر يخلص كل حاجة، ولكن دي بدأت أتعلمها وبدأت أعالجها، لأني اتعلمت وفهمت أكتر عن الليدرشيب وإزاي إن أنا أصلا أخلي الفريق بتاعي يخلص مهام بنفس جودة المهام اللي أنا كنت هخلصها بالظبط. هنا أنت بتوري له إن أنت كان عندك عيب، ولكن برضه بتوري له إن أنت شغال على العيب ده وبتحاول تصلحه. النوع الثالث بقى من الأسئلة، وده نوع فاني شويتين ثلاثة كده، ولكن إحنا بنسميه النوع المفاجئ والغريب قوي من الأسئلة. زي مثلا لو حضرتك كنت حيوان تحب تبقى حيوان ايه؟ والله بيتسأل في الانترفيو السؤال دوت. وممكن برضو يقول لك: ازاي تبيع لي القلم دوت؟ ممكن مثلا يقول لك: لو دخلت مكتبك ولقيت فيل هتعمل ايه؟ الاسئله دي عادة هي ملهاش علاقة بالوظيفة قوي، لان في ناس بتخرج من الانترفيو تقول لك: يا عم ده اتش ار دماغه تعبانة، هو ايه اللي بيقوله لي ده؟ السؤال ده ملوش علاقة بالشغل، ولكن ليه علاقة بصفة هتفيده هو في الشغل. بمعنى
انت الروتين اللي انت ماشي فيه كل يوم في الشغل مش وارد يتكسر، وارد انك تلاقي حاجة مفاجأة. هو مش عايز منك تبقى انت السوبرمان اللي بيعرف يجاوب اجوبة مثالية. هو عاوز يعرف منك انت بتتصرف ازاي وبتفكر ازاي لما بتتفاجئ. بمعنى، تعالى مثلا نتخيل ان هو قال لك والله بيع لي القلم ده. انت تبدأ تقول له ما تتفاجئش، تاخد ثانيتين هدوء وتفكر وتبدأ ترد عليه وتقول له طب هو حضرتك عادة بتستخدم اقلام في شغلك؟ هيقول لك اه. قول له طب تمام، اشتري القلم. موضوع بسيط جدا كده. انت حولت اللعبة اللي كان بيلعبها معاك والأسئلة الغير منطقية اللي كانت بتتسأل لحوار، وخلقت منه فرصة ان هو ياخد باله ان انت عندك ذكاء اجتماعي، بلس كمان ان انت شخص بائع محترف. ودي قوتك اصلا في اي انترفيو، ان انت تكون بتعرف تبيع نفسك. عشان كده عاوزك لو اتسألت سؤال محرج او مفاجئ، ما تتسرعش في الإجابة، ما تتوترش، ابتسم وخد نفسك وجاوب بمنتهى الهدوء وبمنتهى الراحة. ولازم تبقى فاهم ان الثقة في نفسك في الموقف نفسه هي اهم مليون مرة من الاجابة نفسها. الانترفيو عمره ما كان تسميع، حصة تسميع انت رايح تسمع خبراتك. الانترفيو هو بيبقى اختبار لوعيك ومدى نضجك ومدى طريقة تفكيرك، وفي المواقف المفاجئة وفي الضغوطات انت هتتصرف ازاي. عشان كده أسئلة الانترفيو اللي الناس بتسخر منها دي أسئلة مهمة جدا، بتبين شخصيتك عاملة ازاي. ولو وصلت معايا لحد هنا، في رسالة مهمة جدا جدا حابب أوجهها لك. خلي بالك إن المدير هو مش بيدور على حد بيعرف يجاوب. المدير دايما بيدور على حد بيعرف يتصرف تحت ضغط وبيعرف يفكر. عشان كده انت ممكن تكون مؤهل جدا للوظيفة دي، ولكن بسبب توترك وعدم سرعة البديهة بتاعتك ممكن ما تقبلش في الوظيفة دي، وحد إمكانياته أقل منك هو اللي يقبل فيها. بس هو كان مختلف عنك في نقطة مهمة جدا، إنه عرف يسيطر ويتحكم في مشاعره ويجاوب بمنتهى الثقة اللي في الدنيا. عشان كده المرة الجاية لو اتسألت سؤال غريب، خد نفس وابتسامة وجاوب بثقة. لأن عادة الاتش ار اللي قاعد معاك أو المدير اللي قاعد معاك هو مش هيفتكر إجابتك، هو هيفتكر الأسلوب اللي أنت جاوبت الإجابة بيه. ولو وصلت معايا لحد هنا، أنا محمود أدري. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس للكل، واكتب لي في التعليقات إيه أكتر موقف أنت تعرضت له وكان محرج بالنسبة لك في أي انترفيو، عشان خاطر غيرك يستفيد. واوعى تنسى شعار القناة بتاعتنا، خلي الرسالة توصل لك، خليها توصل للعالم. أشوفك الفيديو الجاي، سلام.